محمد السادس القيادي في حزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني بتشكيل الحكومة خلفا لعبد الإله بن كيران. ويشغل سعد الدين العثماني حاليا رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية وعضو أمانته العامة، وكان قد تولى منصب وزير الخارجية والتعاون في حكومة عبد الإله بن كيران الأولى في يناير كانون الثاني عام 2012. كما انتخب عام 2004 أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية. وحصل سعد الدين العثماني على الدكتوراه في الطب عام 86، كما حصل على شهادة الدراسات العليا في الفقه وأصوله من دار الحديث الحسنية في الرباط. ومعنا من الرباط ميلود بالقادي المحلل السياسي المغربي. أولا سيد ميلود، هل بإمكان سعد الدين العثماني الآن أن يتخطى العقبات التي اعترضت تشكيل الحكومة من قبل عبد الإله بن كيران؟ يصعب. أولا تعيين سعد الدين العثماني كان منتظرا، حيث أنه كان مؤهل لأسباب مختلفة. أولها هو أن الرباح لا يمكنه أن يكون رئيسا للحكومة، لأنه له نسبة كبيرة داخل الحزب ترفضه. الرميد قال في إحدى الندوات الصحفية بأنه لن يكون خائنا إذا قبل تعويض بن كيران، وبالتالي فاختيار ملك البلاد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة كان وفق منطوق الدستور. لكن المشكل الذي سيطرح الآن، هل تغيير الأشخاص على رئاسة الحكومة يعني تغيير المناهج؟ الأمور ستكون صعبة جدا، حيث إن العثماني كان أولا هو المرافق الأساسي لبن كيران أثناء المفاوضات مع كل الأحزاب، وبالتالي أيضا هو عضو الأمانة العامة، وكل البلاغات كانت أيضا تتم بموافقته. وحسب بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الأخير، أكد هذا البلاغ بأن تغيير الأشخاص لا يعني الخروج عن المنهجية، بمعنى أن سعد الدين العثماني عليه أن يلتزم بالمنهجية التي فاوض بها بن كيران الفرقاء، وبأن سقف تشكيل الحكومة يجب أن لا يخرج عن سقف ما نسميه بلاغ السؤال هو في الأمانة المقابل. العامة نعم. لحزب العدالة والتنمية. سيد ميلود، السؤال هو في المقابل، هل الأحزاب التي كانت أيضا مصرة على مواقفها ومطالبها من بن كيران ستصر عندما يكون سعد الدين العثماني هو المكلف بتشكيل الحكومة؟ هذا هو السؤال. يعني هل ستلين مواقف الأحزاب المقابلة مع سعد الدين العثماني؟ هو سؤال صعب. أولا الآن أعتقد أن العدالة والتنمية قبل هذا إعفاء بن كيران وتعويضه بسعد العثماني، لكن هل أطراف أخرى أي مجموعة عزيز خنوش رئيس حزب التجمع الوطني، هل أيضا سيتنازل ويسهل مأمورية سعد الدين العثماني بإبعاد حزب الاتحاد الاشتراكي عن الحكومة ولو لفترة محددة، أم أن هذه المجموعة ستبقى متشبتة؟ وفي هذه الحالة يمكن أيضا أن ندخل في تعطر سياسي جديد. سننتظر الإجابة على هذه الأسئلة، لكن يبقى باختصار إشارة لماذا العاهل المغربي لم ينتظر اجتماع قيادة حزب العدالة والتنمية يوم غد واستعجل الإعلان أو تكليف سعد الدين العثماني بتشكيل الحكومة؟ أولا دستوريا تعيين رئيس الحكومة هو مجال محفظ لملك البلاد، وبالتالي فملك البلاد له الصلاحيات الدستورية أولا أن يعين الشخص الذي يراه أنه مناسب للمرحلة، وأنه أيضا يختار الزمان والكيفية التي يتم بها تعيين رئيس الحكومة، لأن هذا مجال دستوري محض. ولكن الآن يعني تعيين رئيس الحكومة ليس له أي علاقة باجتماع
المجلس الوطني للحزب الذي سيعقد غدا السبت. فهناك يعني الأهداف والآليات والأسباب مختلفة. غدا سيناقشون الاستراتيجية السياسية وأيضا المنهجية التي يجب على سعد الدين العثماني الالتزام بها لتشكيل الحكومة. نعم. هذا هو الأساسي من اجتماع غد، بمعنى أن سعد الدين العثماني ليس له الحق بأن